السلام عليكم يا حبايبي. النهارده بقت معاكم فيديو جديد كده. انا بقى لي كام يوم اهوت ما ظهرتش. كان النت فصل من عندنا بس وكده. بس النهارده بقت طالع بقت نشتغل شويه شغل كده حلوين كده ايه على السطح. شويه البطاطين كده دول هينزلوا وينطبقوا كده ويتروج عليهم. ويا ريت الحبايب اللي بتشوفنا كده وبتتابعنا محدش ينسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. يا ريت كليتنا نبقى ايد واحده كده، وان شاء الله القناه بتاعتها توصل بيكم. زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعة، الواحد على السطح اهوت يعني طالع يظبط دنيتها كده بقت ايه. بس الجو حر قوي. بسم الله ما شاء الله يعني. كل البطاطين ديت هتتطبق النهارده بإذن الله كده وتتغلف، وهتتحط في اكياس بقت وتتعاين. كمان احنا في الصيف. دي وانا على السطح اهوت بصور فيديو كده مع بعض اهو. طبعا البيوت حوالين مننا والسطح بتاعنا كمان عالي، يعني بسم الله ما شاء الله جايب كل اللي حوالين مننا. يا ريت اللي بيتابعونا كده يشرفونا في القناة على طول. وان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون احلى من اللي هتعدي بكتير. طبعا يا جماعه، طبعا لما طلعت على السطح اهوت، طبعا احنا فرشنا حاجه بقت ايه تحت عند الفرن تحت. المهم ان المكان واسع عشان لما اطبق البطانيه من هنا اطبقها واظبط دنيتها كده، وبعد كده ايه انزلها زي ما ايه، علشان اللي تحت يغلفها في كيس على طول. يا ريت يا ريت اللي بيشوفنا محدش ينسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. محدش يستعجل على حاجه، لو كل واحد عايز يعمل له صفحه محدش يستعجل خالص، دي مش عايزه الاستعجال. انا صفحتي لسه ما كملتش حوالي شهر اهوت، وجايبه 661 مشترك. ان شاء الله الحبايب اللي بتتابعنا هنوصل بكم كليتنا، ويا ريت ما حدش ينسى الاشتراك. تابعونا كمان على صفحتنا الجديدة. ده اول ده اول بطانية هات يا جماعة، يعني لسه جايبها من على السور. حضرتك زي ما انتم شايفين. لازم البطانية تتنضف حلو جو كده، علشان لو فيها عفار ولا حاجة ما تنزلش تحت بهدل الدنيا. التطبيق معايا يا جماعة ما باخدش وقت. تطبيق وارمي على طول من فوق. انا ما بنزلش على السلم. ما بنزلش من على السلم، انا بسجط على طول مباشر. التطبيق يا جماعه معاي سهل. التطبيق معايا يعني سهل وكل حاجه. بس تحت صعب شويه. ليه؟ البطانيه بتطبق ويتحط فيها المعطر بتاعها وبتتغلف في الشنطه بتاعتها وبتتعان للشتا الجاي. بس انا على النبي البطاطين كتير يا جماعه، مش بطانيه واحده بس. ده لسه فينا كوت كمان. البطاطين بالصلاة على النبي يعني كتار. دي تالت بطانية هي تتطبق، وبتنزل على طول من السلم مباشر على الحصيرة تحت. عمالين بنسجط في البطاطين، عاملين زي اللي بنسجل طوب في ناس وهم معديين. البطاطين كتير والله يا جماعة. دي رابع واحدة هي، أنا عمال بطبق وبسجل على طول.
ويا ريت الحبايب اللي بتشوفنا تكتب لنا تعليقات حلوه كده، ايه نبقى مع بعض. وان شاء الله ان شاء الله الحبايب اللي معايا كتير في القناه هنوصل بيكم جميعا. مفيش حاجه سهله والله يا جماعه. اللي يقول لك ده القناه يا عم الحاج، الواحد بيقبض منها على طول. مفيش حاجه سهله، مفيش قبض على طول. في ناس بتفضل سنين علشان تقبض، وفي حاجات كتيرة لازم تتعامل في القناة. ومحدش يعمل قناة جديدة ويروح يفعلها، لأ. اشتغل على قناتك وشوف محتواك هينجح أو مش هينجح، وبعد كده تبقى تفكر في التفعيل. مش مثلا انت سجلت خلاص تفعل القناة بكرة تاني يوم تدفع عليها فلوس، لأ. هو التفعيل عادي، أنا ممكن في أسرع وقت أخلي العالم كلها يعمل قناهات وأفعلها لها، بس هيدفع فلوس عليها. أقل حاجة 4 5 آلاف علشان تفعل قناتك. يبقى انت توصل بمجهودك الاول وبعد كده تفكر في التفعيل. يا ريت الحبايب تتجمع معانا كده. السور مليان بطاطين والله يا جماعة. البطاطين كمان على السطح، يعني لما احفره وكده، بس احنا بننضف البطاطين قبل ما بنزلها تحت. يعني التنفيض بتاعها دوت لازم لازم يتنفض منها الهواء اللي فوق. يا ريت الحبايب اللي بتتابعني بقت في القناه محدش ينسى الاشتراك كده في القناه وتفعيل الجرس. وشكرا على هذا المشهد بتاع الفيديو بتاع اليوم معاكم. وان شاء الله اللي جاي يكون احلى من اللي عدى بكتير. بس نشوف التعليقات الحلوه منكم، والحبايب اللي معايا في التعليقات هم على راسي والله من فوق.